السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش واخدين بالنا ليه؟ النهاردة اول 10 ليالي خلصوا من رمضان. ممكن اسألك سؤال؟ انت ليه مش واخد بالك؟ وانت كمان انت ليه مش واخدة بالك لحد دلوقتي؟ دايما بنهزر في رمضان وبنقول ان رمضان هو الوحيد اللي بيثبت ان العيب مش في الشيطان وان العيب فينا. يا ترى لحد امتى هنفضل نقول كده؟ يا ترى لحد امتى هتفضل مش واخد بالك وانت كمان مش واخدة بالك؟ مش واخد بالك من تصرفاتك، من وقتك وحياتك اللي بتضيعهم، وانت مش واخدة بالك من افعالك، من كلامك وردودك لامك وتعاملاتنا. لحد امتى هنفضل كده؟ خد بالك وانت كمان خدي بالك. ولازم ناخد بالنا كويس قوي ان حياتنا هي انفاس. انفاسك هي رزقك. هيجي وقت ورزقك من الانفاس هيخلص. هتيجي طيب الحق في الموبايل مفيش. طيب الحق في المكالمة. طيب اصلي ركعتين. طيب انا مزعل ابويا اروح اصالحه، مزعل ماما اروح اصالحها. مفيش. خلاص رصيدك ورزقك من الانفاس خلص. طب امتى هتفوق؟ امتى هتفوقي؟ مستني ايه وانت كمان مستنيه ايه؟ الحقوا نفسكم. بلاش نضيع نفسنا. بلاش تضيع نفسك. وانت كمان انت هتكوني مسؤولة عن بيت طلعي لنا جيل يبني امة. وانت هتكون قائد. ناخد بالنا يا جماعة. وناخد بالنا من نقطة مهمة قوي، ان اصعب لحظة في لحظات النهاية انها بتبدأ من الاول. اول لحظة بتكون فيها اما روح وريحان واخرجي ايتها الروح المطمئنة، واما اخرجي ايتها الروح الخبيثة. وافتكر رسولك محمد، وانت كمان افتكر حبيبك محمد وقت وفاته، ولما جاله سيدنا جبريل ودخل والإيه بيقول ايه؟ بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. تقول السيدة عائشة فعرفت انه يخير. عرفت ان حبيبك يخير انه يفضل في الدنيا ولا يطلع لربنا سبحانه وتعالى. ودخل سيدنا جبريل عليه وبيقول له يا رسول الله ملك الموت بالباب يستأذن ان يدخل عليك وما استأذن على احد من قبلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي. يا ترى مين فينا هيستأذن له ملك الموت قبل ما يدخله؟ مفيش. مش هيستأذن لا ليا ولا ليك. علشان كده كفاية وخد بالك وانت خدي بالك. ناخد بالنا. ناخد بالنا كويس قوي. ما تضيعش نفسك وما تضيعش نفسك، ما تضيعش حياتك وما تضيعش حياتك. واستنوني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. معاكم محمد جمال. شكرا لكم.